هاتي نص كيلو من الدقيق وربع كوباية من الزيت وتعالي نعمل فطاير بالجبنة طرية جدا وهشة وعمرها ما تفرول، وهنشكلها بأسهل طريقة. لازم تحفظي الفيديو ده عندك لأنك هتحتاجي كتير الأيام الجاية، والأحلى إنه بعجينة اقتصادية. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونجيب طبق غويط، ننزل بكوباية من اللبن الحليب الدافي. طبعا ممكن نستبدله بمية دافية عادي، مفيش مشكلة. هنضيف عليه معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية وندوب الخميرة كويس جدا، وهنغطيها وهنركنها على جنب عشان نتأكد إن الخميرة بتاعتنا نشطة. معايا نص كيلو من الدقيق اللي هو ما يعادل 4 كوبايات ممسوحة بالشكل ده، المج الشاي الإزاز. 4 كوبايات ممسوحة من الدقيق، أنا بستخدمها دقيق جميع الاستعمالات. 4 كوبايات ممسوحة هيعادلوا معاكي نص كيلو لو مش عندك ميزان. ضفت عليهم نص معلقة من الملح، معلقتين كبار من السكر، معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وهقلب المكونات الجافة مع بعض. معايا 50 مللي من الزيت اللي هو ما يعادل ربع كوباية بس من الزيت، أي نوع زيت عندك. وافركي بقى المكونات الجافة بالزيت لحد ما تغلفي الدقيق كله والمكونات بتاعتك الجافه بالزيت وتبقى بالشكل ده. هنلاقي ان الخميره بتاعتنا بدات ان هي تعمل فوم كده وتنشط، نضيفها على طول على الدقيق. لازم الخميره بتاعتك تكون نشطه عشان ما تبوظش معاكي حاجه لا قدر الله. طبعا السوائل مش كفايه اللي ضفناها في الاول، هعجن باستخدام ميه دافيه تاني. معايا هنا كوبايه، هاخد منها حبه بحبه لحد ما الاقي العجينه لمت معايا واشوف امتصت قد ايه. شربت معايا بالظبط نص كوبايه، غير كوبايه اللبن الدافي اللي في الاول. اهم حاجه وانت بتعجني الميه تكون معاكي برضو دافيه، وطبعا ممكن تعجني بلبن تاني مفيش مشكله. يبقى اجمالي السوائل اللي استخدمناها على نص كيلو الدقيق كوبايه ونص. هناخد العجينه بتاعتنا وننعمها كويس، نعجنها كده حوالي 5 دقايق على سطح العمل او الرخامه، ونبدا ان احنا نحطها في اي طبق ونغطيها ببلاستيك او بكيس ثلاجه، ونسيبها في مكان دافي. طبعا بما ان احنا في فصل الصيف والجو اللي من دول حر جدا، اي عجينه بتخمر في دقايق. دي بالظبط قعدت بالظبط نص ساعه معايا وبقت بالشكل ده. ما شاء الله اختمرت بسرعه وهشت. ودي لازم تسيبيها لحد ما تضاعف حجمها عشان الفطاير بتاعتك تطلع قطنيه وحلوه. خرجت منها الهواء وخرجتها من الطبق، وهقسمها 2 علشان اقدر افردها على المكان اللي هشتغل فيه واقطعها. وهقول لكم على اسرع طريقه تقطعي. لو معاكي 2 كيلو هتقطعيهم في دقايق. بتفردي طبعا القطعه كلها سمك متوسط، مش رفيع ومش سميك. اعمليها سمك متوسط، وهاتي بقى كوبايه ازاز او بوله ازاز زي اللي عندي دي، او اي قطعه تحبيها الحجم اللي انت عايزاه. بس الحجم ده كان حلو قوي. وقطعي كل الفطائر بتاعتك ولمي الزياده واعجنيها وسيبيها ترتاح على جنب عشان هنفردها طبعا مره تانية. انا هحشيها جبنه براميلي ساده، لو عايزه تحشيها جبنه بالفلفل مفيش مشكله. اما لو هتحشيها جبنه فيتا فطلعيها من بدري من التلاجة وسيبيها في مصفى، علشان لو حطيتي في الحشوه الفطاير النهارده حاجه فيها سوائل، جبنه فيها سوائل، هتخرج بره وتتحرق ومش هتبقى حلوه وهتمرر معاكي القطعه. يعني كل اللي ياكلها يلاقيها مرره والجبنه محروقه. باخد واحده وبقفلها، ما تخليش الجبنه توصل للاطراف عشان تقفل معاكي ما تفتحش بعد التخمير، لان هي لسه تخمر تاني في الصواني. وبقفلها نفس فكره القطايفايه، وبخلي القفله في النص وبقلبها، بتاخد شكل اسطواني كده بسحبه كده خفيفه. وبرصها في صاج مش مدهون حاجه، لو حابه ان انت تدهني زيت براحتك. طبعا لازم تخمر مره تانية بعد ما بنرصها في الصواني. وفي الجو ده انا يا دوب خلصت اخر واحده وبحطها في الصينيه، كان الصاج كله ما شاء الله اختمر وتضاعف حجمه. بلمعها بصفار بيضه، بفكه كده بمعلقتين من اللبن وعليهم نقطه فانيليا، وبفرشه كده بلمعها بالراحه عشان ما اخرجش منها التخمير. بيديها لمعه حلوه قوي ولون حلو بعد ما بتخرج من الفرن. بندخلها فرن ساخن مسبقا درجه حراره عاليه، لو 200 يبقى حلو قوي. بتخش على الشبكه، بتاخد من 10 ل 15 دقيقه لان هي مختمره، وما بتاخدش اكتر من 10 ل 15 دقيقه طبعا على حسب درجه الفرن بتاعك. وبص عليها على طول لان هي بتستوي بسرعه جدا. المخبوزات عامه بتاخد فرن عالي علشان ما تنشفش معاكي. بتخرجيها وبتسيبيها في الصواني لحد ما تبرد تماما. بتاخدي منها كفايتك، والباقي بتحطيه في اكياس كده على شكل وجبات في الفريزر. بدل بقى ما تعملي فينو وتطلعي وتحشي جبنه، لا هتطلعي من دي على طول من بالليل كده من قبل ما يروحوا المدرسه، وتحطي لهم في اللانش بوكس. سهله جدا وبسيطه وهتريحك من انشغالك بالفطار. جربيها وان شاء الله هتعجبك. اسفل الفيديو هحط لك كل المقادير بالكوبايه، وبالناس الدقيقه اللي بتحب تشتغل بالجرام. ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته.